بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنصة الكريمة، جمعنا الطيب، أيها الأخوة الأعزاء، اسمحوا لي بداية أن أتقدم باسمكم جميعا بكل الشكر والتقدير لأبناء هذه البقعة الغالية العزيزة على كل مصري بكافة مسميات قبائلها وعشائرها: رشيدة والبشرية والعبابدة، وإلى أهلنا في وادي العلاق تحية من هنا نبعثها معطرة باسم المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية. أتحدث إليكم أيها الإخوة الأعزاء يا من حباكم الله بهذه المهمة المقدسة في حماية الحدود المصرية من أقصاها إلى أدناها إلى جنوبها وشرقها. أتحدث إليكم حديث القلب إلى القلب. لقد حبانا الله سبحانه وتعالى بمهمة مقدسة حقيقية. نحن أبناء القبائل العربية في شتى ربوع مصر. حمانا الله بأن نكون حراس البوابة الغربية على أرض محافظة مطروح، وحراس البوابة الجنوبية لمصر من شرقها وجنوبها وغربها. حمانا الله أبناء القبائل العربية أن نكون حراس البوابة الغربية في جنوب وشمال سيناء. مما يفرض علينا تبعات الجسام من أجل مصر. فإن لمصر علينا حقوقا قبل أن نطالب بواجبات لها أو علينا أو لنا. حينما نقول عن أنفسنا جميعا نحن حراس البوابة الغربية أو الجنوبية أو الشرقية، نعلم جيدا أننا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصرنا الغالية تحتاج منا إلى عين ساهرة، وأن نكون حقيقة نحن الحراس الحقيقيون، فنعلم ما تكيده وتدبره اليوم كل القوى، قوى الشر والبغي والإمبريالية العالمية لمصر. لذلك يا أخوتي إن علينا حقوقا، نحن أبناء القبائل العربية حراس الحدود المصرية، وواجبا أن نحمي هذه الحدود، أن نكون العين الساهرة خلف قواتنا المسلحة ورجال الأمن. لماذا؟ لأن أفعالكم ومجلسكم هذا قد أثبت يوم أن احتاجت مصر يوم أن توارت كل القوى الحزبية والتيارات السياسية عن الصدارة، أبيتم إلا أن ترفعوا الراية وأن تأخذوا الصدارة وأن تعلنوا تأسيس وتدشين مجلسكم يوم أن توارت كل القوى عن الساحة المصرية. لم يفرض علينا أحد ولم يلقنا أحد، بل وقفتم على قدم واحد وعلى أهمة الاستعداد وتبنيتم تدشين هذا المجلس. لا ينتمي إلى حزب ولا ينتمي إلى تيار سياسي
ولا ليس له تمويل داخلي ولا خارجي إلا يعتمد على ما تقومون به أنتم. فهنيئا لكم وهنيئا لمصر برجال أمثالكم يا أبناء القبائل العربية، والسلام عليكم ورحمة الله. الآن نستمع إلى كلمة المستشار سليمان أبو عريضة، فليتفضل مشكورا.